الشاب ولد النادي الرياضي الحمل أنف معوض فهمي بن رمضان في مباراة اليوم الانزلاقية جيدة، افتكاك الكرة للترجي الرياضي فخر الدين بن يوسف يعكس الهجمة، فخر الدين كرة طه ياسين الخنيسي، فخر الدين من جديد سعد بكير على اليسار يطلب خليل شمام، توصل الخليل التوزيع والرأسية مرة أولى بعيدة لكن تبقى للترجي، ما زالت الهجمة لمباركي الراقد كما جاءت التصويبة والهدف الأول، هدف أول للترجي جميل جدا جميل جدا جميل جدا، هدف حسين الراقد في الدقيقة الثالثة، أول هدف لحسين هذا الموسم، وحسين الراقد بعد كرة كانت مخدومة مليح يتفاعل مع جمهور الترجي لمباركي للراقد، لمسة واحدة بذكاء كبير، الراقد صعبة على العربي المجري، كرة حسين الراقد في المرمى في توقيت 3 دقائق لعب، البداية قوية والبداية بالأهداف ولا أحلى ولا أروع مع انطلاقة هذه المباراة في الحوار عدد 105 بين الترجية لكرة القدم، يرد اليوم في الدقيقة الثالثة بهدف على غاية كبيرة من الجمالية والروعة، ترجع الكرة 1-0 للترجي الرياضي ضد النادي الرياضي لحمام الأنف، والترجي الرياضي هجوميا والنادي الرياضي لحمام الأنف بهدف حسين الراقد في الدقيقة الثالثة بهذه التصويبة من غير فلسفة بداخل الساقة اليمنى، جميلة كانت في مرمى العربي المجري، 1-0 للترجي، لنا عودة بإذن الله مع انطلاق الفترة الثانية، لكن الترجية غير معين الشعباني وغير عمار السويح، فهل تتغير معطيات هذه المباراة في شوطها الثاني؟ كرة من فخر الدين بن يوسف إلى سعد بكير، بكير طه ياسين الخنيسي، بن يوسف محرز بن راجح، تبقى ترجية، بن يوسف التمهيد الخنيسي والثاني، الخنيسي والثاني، الهدف الثاني للترجي الرياضي طه ياسين الخنيسي، والهدف الثالث في البطولة. إنه لاعب يعاني من حمى الأهداف، شهيته لا حدود لها، لا يخلد للراحة إلا لما يسجل طه ياسين الخنيسي ولد الترجي الرياضي الجرجيسي كما ذكرت بعد كرة ولمسة من بكير بن يوسف، ترايك الهجوم إلى طه ياسين الخنيسي، وهدف ثالث للخنيسي في عداد الهدافين والترتيب الخاص بالمهاجمين والمدافعين ولاعبي الوسط المسجلين للأهداف، والثالث لياسين بزي الترجي الرياضي في توقيت تقريبا ساعة لعب 60 دقيقة 2 بلاش للترجي ضد النادي الرياضي لحمام الأنف. الخنيسي اللي لعب اول مباراة فيها كبر الترجي ضد الملعب التونسي يوم 18 فيفري الى زياد الزيادي محرز بن راجح، محرز بن راجح، عمر زكري مع ايهاب المباركي، زكري والمباركي، زكري ما زالت عنده الكرة، زكري الى سيف الله المسكيني، زياد الزيادي، محرز بن راجح، توزيعه من محرز بن راجح على القائمة الثانية، إيزاكا الغاني، التصويب والهدف، التصويب والهدف الأول، هدف تذليل الفارق للنادي الرياضي لحمل أنف، التوزيعة الوحيدة اللي كانت على المقاس مليمترية من الظهير الأيسر محرز بن راجح، ما فماش تغطية، ما فماش متابعة، إيزاكا كما جات باليمين، تصويبة قوية على الطاير، وهدف تذليل الفارق للنادي الرياضي لحمام الأنف، يسجل للمباراة الثالثة على التوالي النادي الرياضي لحمام الأنف في الجولة الرابعة، منقوص من المباراة نتاع ليتوال، سجل في الأولى مع نجم سيدي بوزيد، الثانية مع الشبيبة، واليوم مع الترجي، الترجي للجولة الرابعة على التوالي، والنادي الرياضي لحمام الأنف للجولة الثالثة 2-1، مباراة في 3 دقائق الأخيرة باش تكون صعبة على الترجي وهامة للنادي الرياضي لحمام الأنف اللي يحاول التعديل، والترجي المحافظة على النتيجة، محرز بن راجح، ولات مباراة أخرى في الوقت البديل بعد هدف